هذا المسافة ل 30 سم، حيث تم اكتشاف الكمية المخبأة والتي تصل إلى 20 قنطار، ما يعادل 2 طن من مادة الحشيش، بحضور النيابة العامة والخبير الجنائي. وتم إحالة القضية بالكامل والتحقيق، واستلمتها جهاز مكافحة المخدرات، وقامت النيابة بإصدار تعليمات بإعدامه، وتم نقلها إلى قسم الخدمات التابع إلى مديرية أمن جدابية، وتم إعدام الكمية بالكامل. والقضية حاليا جاري استبدال والبحث على الأشخاص الذين قاموا بجلب باقي هذه الكمية. ما اتضح لنا أن الكمية بالكامل كانت 52 قنطار متجهة من مدينة مصراتة إلى مدينة طبرق. وهذه تفاصيل وللتوضيح مما نزل في بعض المواقع وبعض القنوات عن هذه القضية وبعض عن هذه القضية وبعض الملابسات. هذه قضية بالتفاصيل. المجهود واضح للجميع، والهدف كان واضح، هو عدم انتشار هذه الآفة بين الشباب، والذي ستؤدي إلى كثر الجريمة واختراقات الأمنية. أشكرك آمر بوابة البيضان محمد الفاخري. أصدر وزير الداخلية بالحكومة